أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة عن هذا السؤال، وهو أن الكثير من الناس تساهلوا بأمر الصلاة، وكثير من الناس يؤخرها عن وقتها، والبعض أيضا لا يصليها مع الجماعة. نرجو أن تتفضلوا بالإجابة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن الصلاة أمرها عظيم، وهي عمود الإسلام، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم في مواضع كثيرة لعظم شأنها، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، في آيات كثيرة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية في الصلاة والمحافظة عليها في وقتها، والحذر من التثاقل عنها والتكاسل، فإن ذلك من صفات أهل النفاق، كما قال الله سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكذلك يجب على الرجل أن يصليها مع الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. فالواجب يصلي مع إخوان المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد لائم المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ فقال له النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه، لا يرخص له في ترك الجماعة، فكيف بحال من عافه الله وأعطاه البصر والقوة؟ فالواجب على أهل الإسلام أن يعنوا بالصلاة وأن يعظموا أمرها كما عظمها الله ورسوله، وأن يجتهدوا في أدائها كما شرع الله. فالرجل يؤديها في الوقت في المسجد مع إخوانه المسلمين، ويحذر غاية الحذر من التثاقل. والمرأة كذلك عليها أن تؤديها في بيتها في وقتها بالطمأنينة والخشوع وعدم التثاقل عنها. وكثير من الناس يؤديها بغير خشوع وبغير طمأنينة، بل بالعجلة، وهذا خطر عظيم، فإن الصلاة لا بد فيها من الطمأنينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده أمره أن يعيد ويرجع فصلي فإنك لم تصل. فالواجب على الجميع العناية بالصلاة فرضا ونفلا، وأن تكون عن طمأنينة وإقبال عليها لا عن عجلة ونقل، وأعظم ذلك الفريضة. فالواجب العناية بها أكثر، وأن تؤدى كما شرع الله عز وجل في أوقاتها بالطمأنينة واستكمال ما شرع الله فيها من الأركان والواجبات. والأفضل أيضا يعتني بالمستحبات حتى يؤديها كاملة، وليس له تأخيرها عن وقتها، لأن تأخيرها عن وقتها محرم، وفيه ضاعة أدائها في الجماعة أيضا. وكذلك في حق المرأة، لا يجوز لها أن تؤخرها عن وقتها، بل يجب أن تصلى الصلاة في وقتها. وكثير من الناس الآن قد يؤخرها عن وقتها في صلاة الفجر، فيسهر الليل ويتأخر عن صلاة الفجر، وهذه مصيبة عظيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر من ذلك في حق الرجال والنساء، وكل سهر يفضي إلى هذا فهو محرم، فلا يجوز السهر الذي يفضي إلى ترك الصلاة في وقتها أو تركها في الجماعة في حق الرجل. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين.